السلام عليكم على أجمل وأغلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. هنعمل النهاردة إن شاء الله مخلل اللفت بطريقة سهلة وبسيطة، وهيفضل مقرمش معاكي لحد آخر واحدة، واللون زي ما انت شايفة كده. بس أهم حاجة نتابع الفيديو للآخر، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفيني. هنجيب كمية اللفت بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وتختاري اللفتاية تكون حجم وسط، ما تجيبهاش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. كبيرة قوي دي بيبقى قلبها مفرغ من جوه، شايخ من جوه، ما بتبقاش حلوة، بتبقى عاملة شبه السفنج كده. هنبتدي ان احنا نجيب اللفت بتاعنا كده، هنشيل كل الشعيرات اللي هي فوق دي، وهنشيل اي حاجة جزء كده مش مظبوط هنقوم شايلينه. وهنبتدي نشيل الحتة اللي هي الاخضر دي، في ناس بتحبها، لو بتحبيها خلاص عادي ممكن تخليليها، بس انا هستغنى عنها. ابتدي ان انا اشيل الاجزاء دي تمام كده، واتخلص من كل الحاجات دي. نعمل كل ده كده مع بعضه. واحدة كمان اهي، نشيل ده كده بالراحة كده، بتشيل معاكي بكل سهولة خالص، مفيش منه اي مشكلة. هنبتدي ان احنا نخلص الكمية دي كلها مع بعض، وبعد ما نخلص تقطيعها وكده وتنظيفها من الشعيرات دي، هنغسلها كويس قوي تحت المية. نغسلها كويس قوي تحت المية، ونتخلص تماما من اي حاجة فيها. تمام اهو. كده خلاص اهو. بس للاسف انا كنت مفكره ان الكاميرا شغاله، بس ما جابش المقطع ده وانا بقطعها. طبعا كلنا عارفين وكلنا شاطرين وبنعرف نقطع اللفت كويس قوي. طبعا انا قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت عليه معلقتين من الملح، وسبته لمدة 3 ساعات لحد ما نزل المية اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما نزل المية دي اديت له شطفة كويسة قوي تحت المية. وبعد كده هجيب بقى الخلطة بتاعتنا. هجيب كده الدورق بتاع الخلاط، هجيب فيه مج من المية، انا غالية مية وسايباها تبرد طبعا عشان اخلل بيها. خدت منها مج مية، وهضيف لها كمان ربع مج من الخل. وهجيب عندي كمان هنا بنجراية، هبتدي ان انا اقطعها كده في قلب الخلاط على المية والخل. شايفين البنجر؟ البنجر ده اللي هيديلها لون تحفة، اللون اللي انتوا شايفينه ده. والبنجر اصلا صحي ومفيد جدا. اهو ابتدي ان انا اضربها في الخلاط كويس قوي لحد ما توصل للشكل ده.